السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، اسمح لي بس نص دقيقة من وقتك. اللي أنا مركز عليه إن 92.5% ما هم مشتركين في القناة، عشان كذا أبغاكم تشتركوا في القناة، وأبغاكم كمان تفعلوا جرس الإشعارات. هذا مهم ضروري، جرس الإشعارات عشان يوصلكم أي جديد أنزله. ثاني شيء، أبغى أشكر الاثنين ذول أصحاب الحسابات ذول عشان اشتركوا معنا في ميزة الانتساب في القناة، واطلب انتوا البقية منكم كمان تدعمونا بهذه الميزة وتنتسبوا للقناة وتستفيدوا من الميزات اللي موجودة. منها ان انت تقدر تتواصل معي شخصيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كواتساب وانستجرام وغيرها كثير، ومنها يكون لك أولوية الرد على التعليقات على أي تعليق لك. وأدري طولنا عليكم لكن سامحونا. يلا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ايه يا عمار، انت متأكد ان المهندس ذا صاحبكم مضمون؟ والله يا عم صادق ما اقول لك الا كل خير. انا كنت اجي هنا انا وعلي، بس ما هو ذا اللي كان يقعد هنا، كان يقعد كذا واحد كبير في السن شوي. صراحة ذاك فنان. طيب ده الولد وش قاعد يسوي من اول تحت الموتر؟ والله جاب لي القلق. انت وش اللي تشوفه يا عم صادق؟ وش تشوفه قاعد يسوي؟ اكيد قاعد يهندس. خله لين يطلع بنشوف ايش اللي قاعد يسويه. اخاف يا ولدي يخرب لي الموتر، والله ما معي غيره. بعدين ترى الربع ذا هدية من ابوي الله يرحمه، والله اعطاني هو هدية، عاده كان جديد ولا كان فيه اي شيء. الله يرحمه، ايامه الحاج شكله كان يركب اخر موديل 2006. اقول اسكت يا عدنان وخلي الرجال يشوف شغله. خلاص هو طلع الحين، ان شاء الله ما يصير الا كل خير. ها مهندس بشر، ايش اللي صار؟ وش فيها الموتر؟ ما هو راضي يشتغل، وش اللي حصل؟ قول لي الامور مبشرة او لا؟ والله البومب حقك الذي يطلع خارج ويحتاج له تغيير بأسرع وقت. طيب ماشي حل غير التغيير؟ لان الحين والله ما عندي فلوس ولا عارف ايش اسوي. هو البومب اكيد بيكلف مبلغ، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف ما عندك فلوس؟ ليه جاي الورشة من الأساس؟ والله يا ولي انا قصتي قصة، تايه في الصحراء صار لي 3 أيام، ولولا الله ثم ذول الأولاد إن ما حد درى عني شيء، ولا إني الحين ميت في الصحراء مدفون بين رمالها. لكن إن شاء الله بتجينا فلوس بيصير خير. اقول لا تقول كذا يا عم صادق، والله اني دافع عنك. كم حساب البنب ذا يا مهندس؟ والله حسابه 75,000 حق الربع 2006. العمل باخذ عليه 15,000 ريال بس. خلاص انا ادفع عليه. وخلال كم بيتجهز الموتر؟ والله شوفت عينك بيتأخر شوي، بيتجهز حوالي 2 3 ساعات. بتقعدوا تنتظروا؟ ايه ننتظر، واشبه علينا ما ننتظر. خلاص انتظروني بس شوي، اخلص اشرب بعد اذنكم بس الحبة الدخان دي، واروح اشتري البومب وارجع اشتغل. يلا خذ راحتك عادي. اجل اسمعني يا سعد، انا وسالم بنروح نوصل البضاعة، نشوف المجاميع اللي هناك في القرية الثانية، ونشوف لا قدرنا نسوي معاهم تحالف ولا نكسبهم ولا اي شيء. والله يا علي ان انا من غير نوم، ذا الماطور كان شغال جنبي طول الليل، ما رقدت ولا شيء. اقول اسكت بس، قال الماطور قال خلاص وش رايك تدخل تنام كذا شوية 2 3 ساعات عبال تنشط؟ بس انا قصدي ايه وانا لو نمت من اللي بينتبه المعسكر والحاجات اللي هنا والشباب، من اللي بينبه عليهم بأي شيء؟ اجل وانا ليه حطيتك هنا؟ انا ما غير معتمد عليك يا سعد. ابشر لا توصي حريص وانا اخوك، حتى روح انت سالم شوفوا عملكم ووصلوا البضاعة، وشوفوا ايش بيقولوا لك المجاميع ذول. لا قدرت تسوي معهم تحالف خليتهم يجوا هنا، ولا حتى سوي بينهم علاقة تجارية، وكون يعني نتاجر بينتنا البين. اول شيء بنروح هناك ونشوف الوضع كيف، والله إن كان سبرت الأمور مشيناها. انزين أجل ما أوصيك، قلت لك مرة ثانية لا توصي حريص يا علي. وانت بتنسى تاخذوا حذركم من القرش الحين قاعد يدور من اللي حرق بضاعته، وخاف لو يلاقي مقرنا ولا أي شيء. المهم خلي الشباب منتبهين،
ويكونوا مستعدين في أتم الاستعداد. ايه والله ان انت صدقت. القرش كنا نسينا امر القرش. المهم انا بكلم الشباب واخليهم ياخذوا حذرهم ويقوموا بالواجب. زين الله يسلم، مشينا. يلا امشي. خلاص يا ولاد، انتم مالكم داعي تظلوا هنا. المهندس الظاهر انه بيتأخر. زين يا عم، واحنا ورانا مدرسة الحين، بنروح كذا مشوار، وانت فلا خلص تدق علينا وطمنا عليك. اجل لا تقلقوا ولا شيء، انا اول ما اخلص بدق عليكم واكلمكم بكل شيء ان شاء الله، ولا تشغلوا بالكم. انا بنتظر هنا لين المهندس يخلص عمله، باخذ الموتر واروح البيت. زين اجل خذ رقمي يا عم صادق، لو احتجت اي شيء ولا شيء اتصل علينا وخبرنا. انت لا تهم ولا شيء، رقمك عندي محفوظ من اول، وان شاء الله ما يصير الا كل خير. المهندس بيخلص عمله بسرعة كذا بعد ساعتين ساعة ونص، ويصير خير ان شاء الله. الحين انتوا روحوا لا تأخروا على المدرسة حقكم ولا شيء، وما عليك، وانا لو احتجت اي شيء بدق عليكم. يلا نستاذنك يا عم صادق. يلا الله يستر عليكم وبيض الله وجيهكم على اللي سويتوه معي. يغبوني غبن الغبن غبرة، غبن شاجع قد غزا كل ديره، غبن من ينوي على الجوز مصر ما يجي يسير على بوس ديره، غبن من ينوي على الجوز مصر وما يجي يسير على بوس ديره، لأن دب يندب سنابي ويشرب، يوم عين قال لوحدي يشيره، وقامت تجمع على الأرض لسه ما يتصح بالناس جهرة، داعي الرب الكريم يجيبه، عاش بكرة لانطلق حي غدرة، وفي يمينه من يساوي مسيره، صاحب الصاحب على الجرح يبرى جبر وافي العظوم الكسيرة، صاحب الصاحب على الجرح يبرى جبر وافي العظوم الكسيرة، لا دعيته قال لبيح بشرح تسبه لو تفاضل بسيره، اركب اللي صنعه هود نصر السلق بيجي ويمسح وثيره، اركب اللي صنعه هود نصر السلق بيجي ويمسح وثيره، واسع الصندوق ويشيل العشرة، يشيل العشرة بالعمود المثيرة، جاءت بالحملة من رجال ظفرة ولا قمر ابو حمل يصيره، جاءت بالحملة من رجال ظفرة ولا قمر ابو حمل يصيره، داعس بخمسة ومدبول يقرا واختبط عقلي على الحنجيرة،
يقول لا أحسب 5 ومدلول يغرى واختفض عقلي على لحن غيره. قلت عزمه 10 ربطات خضراء ربط صنعاني حبوبه كبيره والسجاير جملة الجملة حمراء والحلا 65 بيره والقعاب الخضر زره وزره كل مدخل من حشيره ومن نشتنا قلت عمره